السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله بفضل الله هنعمل العصير المركز المجمد. عصير اليوسفي، يعني 2 في 1. يقعد عندك السنة كلها في الفريزر من غير ما يتغير طعم ولا ريحته، كمان مش هنحط فيه مواد حافظة. ودي احسن فترة تشتري فيها اليوسفي، سعره في متناول اي حد وعلى قد الايد. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا، ولايك الجميل وتعليقاتكم الجميلة. وقبل ما نبتدي هنسمي الله وهنصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انا جبت 2 كيلو يوسفي زي ما انتم شايفين كده، ممكن تجيبي 5 كيلو 10 كيلو، يقعدي عندك السنة كلها. في وقت ما تعوزي عصير في رمضان غير رمضان تلاقيه موجود وتطلعيه على طول، تعملي احلى عصير فريش. ما شاء الله اللهم بارك. وهتلاقيه ولا هيتغير طعمه ولا ريحته، ولا هنحط فيه اي مواد حافظه زي ما قلت لكم. هتغسليه، هتجيبيه وتغسليه كويس وتنقعيه ويبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنجيب الاستاذ الخلاط. اول حاجه هنقشر اليوسف بتاعنا. طبعا البذر اللي فيه هناخد بالنا عشان ما نضربش في الخلاط جامد، يعني هو ضربتين ونطلعه نصفيه عشان البذر بتاعنا ما يمرناش العصير. تمام. هنعمل الكميه دي على مرتين. وهناخد قشرة يوستفندية منهم، قشرة نصها كده، نص قشرة كده، ونحطها في العصير ده. هتدينا ريحة قوية، يبقى عامل زي الشويبس، وفي نفس الوقت مش هتمرر ولا حاجة. تمام. اكنك بتشربي الشويبس بالظبط. وهتحطي نص كوباية مية. وبعد كده بس انا بقطعها قطع صغيرة عشان تبقى سهلة تتضرب بسرعة في الخلاط. ونص كوباية مية، واضربه في الخلاط زي ما قلت لكم ضربتين وبس. ما نضربش جامد. وكده كده احنا هنصفي، يعني مفيش مشكلة. لان اللي بيمرر مش القشر، اللي بيمرر البذر. تمام. فاحنا مش هنضربه جامد عشان البذر بتاعنا ما يتكسرش ويمرر لنا العصير بتاعنا. وهنصفيه في المصفى السلك اهي بايدينا بقى بالمعلقه. انا الاول استخدمت المعلقه وبعد كده استخدمت ايدي. هنعمل بقيه الكميه اللي هي الكيلو التاني. وبرضك نفس الحكايه، نحط قشره اليوسفي ونص كوبايه الميه. وهنضربه هو كمان ضربة مش كتير. تمام زي ما اتفقنا اهو. وبعد كده برضك بصوا لون القشرة، اديته لون خطير بصراحة اهو. هنصفيه اهو. ما شاء الله اللهم بارك. بس ما نكترش القشر برضك، يعني نص يوستفندية كده، ناخد نص القشر بتاعها ويروح مصفيينه اهو. اضطريت بقى في الاخر للمعلقه ما نفعتش، لازم عشان نصفيه بايدينا كويس عشان يتصفى كويس ونطلع كل الميه اللي فيه. تمام. وبعد كده بقى العصير بتاعنا كده بقى هنجيب له دول ال2 كيلو استفندي دول او اليوسفي. حطينا عليهم كوبايه سكر. لو عايزه تحطي كوبايه وربع، كوبايه ونص حطي، بس انا شايفاها مناسبه. وهنحط بقى المفاجاه بقى في اللي بتخلي العصير بتاعنا ده عامل زي الجاهز، الفانيليا السايله مش البودر. فانيليا السايله اللي بتخلي العصير بتاعك عامل زي العصير الجاهز اللي بره، بتديله طعم خطير كده وريحه مميزه. تمام. وهندوب السكر كويس. لو انتوا فاكرين، لو حد اتفرج على الفيديو العناب كنت حطاه، بس تاني كان مركز بس، يعني كنا بنعمل عصير مركز على البوتاجاز وكنا بنحطه في التلاجة في الازايز. كنت برضك حطيت له الفانيليا السايله دي وخليته تحفه، كان عامل زي الفيمتو بالظبط. عصير الفيمتو لو انتوا عارفينه، ان شاء الله كلكم عارفينه. بس هنقلب السكر كويس نخليه يدوب كويس جدا. شايفين اللون بتاعه خطير؟ حتة القشرة دي اديته لون حلو قوي، اللهم بارك. ماشي. هدوب السكر. بعد كده اجيب علبة اللي هي هتتحط في الفريزر اهو. حطيت العصير بتاعي اهو. ما شاء الله اللهم بارك. لونه الله اكبر تحفة اهو. اهم حاجة منضربش جامد عشان البذر هو اللي بيمرر العصير مش القشر. تمام. في باين بذرة شلتها. وبعد كده اغطي بقى العلبة بتاعتي واحطها في الفريزر. تمام كده زي الفل. سيبها بقى تجمد عشان بعد كده وقت ما عاوزها بقى اطلعها قبل الفطار ب10 دقايق. اخد منها وعلى طول واحطها في الكوبايات. عايزه بقى اقول لك كمان القش ده مش هنرميه، اما هتنشفيه في الشمس او تكوني على صاغه البوتاجاز بتسوي حاجه وتدخليه في صينيه المونيا ولا حاجه ينشف. وبعد ما ينشف منك سواء في الشمس او في البوتاجاز هتطحنيه يبقى احسن تنك
عصير تانك طبيعي. ماشي. ده بقى طلعتها من الفريزر، بس سبتها حوالي بس 10 دقايق عشان تبقى سهل ان انا اخد منها على طول، واخد منها بقى احلى عصير فريش مجمد ومركز. يعني مش هضيف سكر، هو السكر منه فيه. حطي بقى المية عليه، ولا محتاج كده، هو بصي كله تلج، احط عليه المية واقلب على طول، مش محتاج ان انا احط له تلج. ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا. الف هنا وشفا. ينفع عصير جاهز كده في رمضان ساعة الفطار، سواء هو ولا كركديه ولا اي حاجة، يبقى الحاجات الجاهزة تطلعيها تعملي على طول. هو ما شاء الله، الله اكبر. الف هنا وشفا. بس كده عملنا احلى عصير. الف هنا. بس تمام كده، قلبناه وداب كويس، يبقى جاهز كده على الشرب اهو. بس بقى يا حبايبي اهو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اهم حاجة ايه، الدعوة الحلوة. وربنا يصلح حالنا جميعا، ويعود علينا يا رب، ويعود علينا وعلى المسلمين جميعا وعلى جميع الناس يا رب رمضان بالخير والسعادة يا رب. شيروه لحبايبكم واصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش اللايك الجميل وتعليقاته الجميلة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وبحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.